السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. فدوى امرك. يعني حاولنا ان ناخذ لقاء سريع ويا حضرتك، لكن منعنا حب الناس والجمهور اللي كان حولك. اليوم توصلون رساله مهمه جدا، علاقتكم ويا الفنان اياد راضي، اخوتكم، يعني رساله عميقه والله. مرحبا عليكم قناة النهرين، شكرا تواجدكم في عزاء الأخ الكبير الفنان اياد راضي. طبعا هذه احنا متعلمين عليها، تعودنا، خاصة الآن تربيت على يديهم، يعني أنا من مدرستهم، فتعلمت أشياء هم اللي علموني عليها، بعدني لهذا عمري وبعدني مواظب عليها. إذا أقول لكم شغلة تصدقون لما تصدقون؟ اكيد نصدق، انت موضوع ثقه استاذ. أنا جيجارة ما أقدر أدخن قدامهم. هذا مشاهدينا اللي تكلمنا عنه، يعني موضوع العلاقه والاخوه، وصلنا موضوع الاحترام والمتقى اللي هو يعني معقوله. اي والله العظيم جيجاره ما اقدر ادخن قدامهم، يعني مره طفيت جيجار بمشهد، فشفت استاذ قاسم ملاك طفيته بيديه دبيته، يعني ما شلون يعني استاذي، يعني علموني شلون اوقف على المسرح، علموني شلون احترم الناس، علموني شلون اوقف للصديق، علموني احترام الام والاب، واوقف لاي شخص يحتاجنا. شلون؟ اني اشكرك جدا انه تحملتنا بهذا الجو، وبالاضافه لذلك اشكرك لانه انت عراقي اصيل، وقلت لك وجودكم اليوم يحمل رساله. احنا شوف، يعني عندنا ابسط شيء نقدمه زرع الابتسامه على وجوه الشعب العراقي، هذا عندنا، هذا اهم شيء عندنا. اكو سؤال محرج دائما تتجاوزوه الفنانين، ايش قد عمرك؟ أنا عمري 37. 37 سنة. بسم الله ما شاء الله. شباب مشاهدينا طلعت انا شايب. انا اشكرك جدا. يا عمري ممنون حبيبي. ممنون. تدري ليه كان عمري يعني 14 بين 14 بين 15؟ نعم. صعدت على المسرح، فالعالم شو يقولون؟ انا كنت صغير على الخشبه، فالعالم من يجون يقول شفناك احنا وكنا نتفرج عليك، قلت له ايه جزء انت جاي كبير اكبر من عندي وشايفني على المسرح. هذا السبب يتصور البعض انه بسم الله ما شاء الله. انا جدا اشكرك. يلا نكبر وين نروح نطير؟ جدا جدا احبك يعني. يا عمري يحفظكم. شكرا لك. شكرا لكم. مع السلامه. تحياتي. شكرا.